ركز معايا كويس لان احداث وان بانش مان دخلت في الجد، لاننا اخيرا بنعرف خطة منظمة الوحوش لجارو اللي ابتدى مهمته المستحيلة انه يثبت انه يستحق يبقى وحش، في نفس الوقت اللي السايتاما بيدور على قاتل الابطال. وده لان الحلقة بتبتدي باننا بنشوف ان في مظاهرات كتيرة موجودة في الشارع بيقولوا قطيع الوحوش اتبعوهم لان هم دول اللي هيلحقونا، ده الحل الوحيد، لو ما عملناش كده الكل هينقضي عليه، لو اضطرينا كمان نبعت لهم تضحيات مننا. قام واحد من ايديهم: ايه يا عم اللي انتوا بتقولوه دوت، انا اموت يا عم ولا انضم للوحوش دي، هنستعبط؟ قال له: يا سيدي بسيطه، انت اول تضحيه هنضحي بيها، امسكوهولي الواد اللي هناك ده. وهم بيجروا عليه على طول قام ظاهر جاره قام خابط الاتنين. قال: ايه ده، بتقدموا التضحيات عشان تنقذوا نفسكم؟ انتوا بتقللوا من الوحوش قوي يعني. انا محبط من سهوله وقوع البشر دول، اصل لو الدنيا مشيت كده انا هقلق ان انا لما اظهر على اني اقوى وحش ما يكونش ليه تأثير، هما متأثرين بالضعف حتى. ولكن وهو ماشي سمع في الأخبار إن الأبطال بيدوروا في المنطقة بسبب انتشار الوحوش. قال: الله، طب دلوقتي الوحوش في حالة هيجان، ده مش معناه إن جرائم البشر بعيدة، بس ده مخلي الناس ديت تتبجح أكتر وأكتر. مش مهم. قام ماشي رايح ناحية مطعم، لقى واحد ماسك راجل عجوز وبيتنمر عليه. قال له: عديني أنت في الطريق. أما طلع له مطوة قال له: عايز إيه حضرتك؟ قام ماسكه كده وقطع له المطوة وحطيتها قصاد عينه. قال له: قلت لك أنت في الطريق، ابعد عني. وقام طلع المطعم وبيقول: انا مش زيهم، انا ممكن اطلع الرعب الحقيقي اللي هيسكت حتى الكلاب اللي بتتبجح دي، ولكن دلوقتي الاول انا جعان. فطلب اكل. قال: الله، حلو قوي، ايه ده، خلصته؟ لا لسه ما شبعتش، معلش بس هاتيلي كل اللحمه اللي عندك، كل المنيو اللي عندك فيه لحمه وسلطات وهاتيهم. قعد ياكل ياكل ياكل، كان شويه وناقص يجي ياكلنا. بعد ما خلص يطلب اكل كمان وكمان. ولكن على الناحيه التانيه من المطعم سايتاما قاعد بياكل في نفس المطعم. قال: الله، اكلت وجبه جميله قوي، دلوقتي ايه ده، فين الفلوس؟ محفظتي راحت فين؟ يا نهار اسوح، محفظتي اختفت. طب يا ترى وقعتها في السوبر ماركت؟ هو انا ممكن اتصل بجينوس يجي يلحقني، بس لا، جينوس متكسر اصلا. اعمل ايه اعمل ايه؟ سمع في الاخبار ان هم عاملين عرض، ولكن الناس اللي هتحاول تهرب من العرض وما تدفعش الفلوس مستنيهم بطل تحت عشان يقضي عليهم، فاحنا مظبطين الامن هنا. قال لي: يا نهار اسود، طب انا دلوقتي لو رحت قلت لهم الموضوع دوت هيفتكروا اني كنت حرامي واعترفت عشان خايف، طب اعمل ايه؟ اخلع ازاي دلوقتي؟ دي اكبر ازمه واجهتها السنه دي، بس دي نهايتي خلاص. فجاه لقى حد بيكلمه. عم مخدود: والله ما عملت حاجه، والله ما كده، والله ما كده. قالت له: مالك، انت بتتكلم عن ايه؟ طلع البت بتاعت العاصفه دي تاني. كده انت بتعملي ايه هنا يا عم؟ انا كنت بدور عليك، ما انا كنت بكلمك في بيتك وانت سبتني ومشيت، فجيت اكمل لك الموضوع. دلوقتي انت بتدور على صياد الابطال صح؟ طيب انا هساعدك. قام سايتاما قال: ثانيه كده معلش بس طبق بطاطس بعد اذنك يعني. قالت له: دلوقتي انت الرتبه بتاعتك ارتفعت لبي المستوى السابع، عمرك ما هتوصل اكتر من كده، الموضوع صعب عليك يعني، فانا ممكن اساعدك، اخليك توصل على الاقل الاول 5. وواثقه من نفسها قوي الابله وهي بتتكلم. صراحه بقى انت ميؤوس منك، فانت هتتبع تعليماتي وتتصرف على اساسها، وهتديني نسبه كبيره لما تمسك قتل الابطال. اما البطاطس جايه قال لها: كلي كلي. ما واكله بطاطسايه. قال: هيلو، تضحك كده ليه؟ ايه هو متحمس يخش معايا ولا ايه؟ خلاص بس سايتاما خلاص هينضم لمجموعه العاصفه. قام سمعوا: ايه ده، في واحد هرب من دفع الحساب. قال: ايه، والله ما عملت كده لسه. قال: ثانيه، ايه ده، مش انا. قال: الحمد لله الحمد لله. قام جاري كده. قال: لا، الاكل والهرب جريمه فظيعه، انت ست، انت اكلت البطاطس، الحساب عليكي، يلا سلام. قامت قايله: ايه ده، هو بيتكلم جد؟ بطاطس؟ هو خايف من حساب البطاطس؟ الدنيا بتولع بره وهو كل اللي همه انه يدفع حساب البطاطس ولا ما يدفعهاش، ولا شايل حد في الحساب؟ ده مجنون ده ولا ايه؟ هنا الجرو عمال يجري. قال: باين برضو ان الجري لسه صعب عليا شويه. قعد يفكر: اجيب راس بطل، يعني انا لو قتلت بطل اعتبر رسميا كوحش؟ ايه المنطق ده؟ المفروض اصلا الوحش ده يسبب خوف بمجرد وجوده. لا، راسي وجعاني. لقى شويه عيال بيتنمروا على واحد في الشارع، والواد ده هو اللي كان معاه من شويه، قعدوا يرموه بالطوب. قال: لا، بطل اللي انت بتعمله انت هو، يلا. قام نزل لهم برسم غريب. قال له: شفت وشك اللي عمال يعيط ده؟ عشان كده بيتنمروا عليك يا حبيبي، مين كان يتوقع ان احنا نشوف بعض مرتين في نفس اليوم؟ انجز بسرعه وروح البيت بدل ما الوحوش ترجع لنا تاني. قال له: ايه ده، عمو العجوز؟ قال له: يا عم مش عجوز، عندي 18 سنه يا عم. قال له: هو انا شفت كل حاجه، انت الابطال كانوا عايزين يخلصوا عليك، اكيد في غلط صح؟ انت انقذتني ساعتها وانقذتني دلوقتي، انت اكيد من ابطال العداله، اراهن انك. قال له: لا، اسكت اسكت، انت جايب لي اشعريره باللي انت بتقوله دوت. قام سايتاما جايبه. قال له: انت يا جدع اللي هربت من دفع الحساب، ازاي
هتمشي من غير ما تدفع. جارو قال لي حلو، بطل جالي توقيت مثالي. لا بالله عليك ما دوت، انت كده مش هتخش منظمه الوحوش، انت كده هتخش التراب. سايتاما قال له بص التصرف اللي انت عملته ده وحش، بس انا هعديها لك المره دي، يلا سلام. قال له ايه ده؟ تقصد ايه؟ انت مش جاي لي؟ ده بس التحذير بتاعك؟ قال له اه ده التحذير بتاعك خلاص. انت مش جاي تقاتلني؟ انت خايف؟ طيب انت اسم البطل بتاعك ايه؟ قام واقف كده قال له اه البطل بتاعي الراس الاصلع ذو الراس. قال له ايه ده؟ ما سمعتش في ده قبل كده، بس باين عليك بطل يعني، ممكن صغير ولكن قصاد اي بطل وخلاص، انفذ المهمه. الواد قال له ده مش في دليل الابطال حتى، باين انه جديد. قال له طب يا حبيبي يلا روح على البيت. قال له هو انت فعلا دفعت الحساب ولا انت هربت زي ما بيقول؟ هو خلاص قال ان هو هيطنش يعني مفيش مشكله. قال ايه ده؟ دي نكته دي، هو اللي هيطنشني؟ انا بتلقى الشفقه من جمعيه الوحوش وكمان من الابطال ومن العيال الصغيره. طب انا كده ايه بقى؟ انا دوري ايه في الحياه؟ ده كمان لما انا حسيت ان العجوز فلت حسيت ان احساس كويس، ده المفروض ما احسش بيه، انا شرير. فمهما كان تعريف الوحش لازم يكون عندي العزيمه ان يكون واحد منهم، عشان كده انا هعمل كده. لو هو عايز راس بطل انا هجيب لك واحد. يا عم مش ده، يا عم مش ده بالله عليك. مشي وراه قال له ما تقللش من شأني، انا وحش. قام شده قال له يلا انت بتاعي. قام سايتاما يا دوبك بس شوح ايده من ورا قال له انا اسف انا مذنب زيك، عشان كده ما اقدرش اظهر في نفس المكان معاك، وقام طياره بعيد. سايتاما بيدور على الراجل دوت وهو هزمه 3 مرات لحد دلوقتي، ده نكل بيه يا ريته هزمه. الواد اغمى عليه قال يا دي النيله خليته يغمى عليه والله ما اقصد. العيل الصغير خاف منه قال يا نهار اسود في شاهد عليا. قال له ايه ده كتاب؟ قال له انت عارف انا مين؟ قال له لا ما اعرفش. قال له طب ينفع توريني الكتاب؟ قال له ايه ده حتى مش موجود في الكتاب زي ما توقعت، انا مش معروف. وقام ماشي وسايبه. قام قال له ايه ده كان ايه ده بالظبط اللي ظهر لنا؟ قعد يفهوق جاره تاني. قام قال له ايه ده هتهزمت من انهي بطل؟ قال له انت مش فاكر؟ باين عليك خبطك في دماغك ولا حاجه. ولكن هنا جه حد قال له جارو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ كنا بنلعبك طول الوقت، انت مش زينا يا جارو للاسف. انت مش زينا، انت تفتقر لصفات الوحش الحقيقي. طب يلا حبيبي بقى يلا عشان عندنا شغل جد، يلا اتفضل من هنا. قام قال لي لا مستحيل، ده مش اشاعه، اللي قصادي ده الملك الممزق، الراجل ده بيخطف الاطفال ويقطعهم حتت، لا مش قادر اتحرك لا. قام قايل له ايه يا عم انت عندك صاحب صغير وعايز تبقى وحش؟ قال له عموما مش قصد ان اخليك تعيط يا ابني، دورك بعدين. قال له يا عم بعيد. وهنا بدأوا يجهزوا ان هم يقاتلوا بعض. ولكن بنشوف عند منظمة الوحوش واحد جه سأل الزعيم بتاعهم عليه بس هو انت ليه بعت الراجل بتاع الحشرات والملك الممزق؟ انت كان ممكن تبعت اي حد لو لمجرد المراقبة يعني. قالوا لا الاثنين دول ما بيتبعوش الاوامر. قال له ما بالظبط عشان انا كده بعته. قال له طب ممكن يقتلوا جاره، وخصوصا ان الملك الممزق ده ما بيسمعش الاوامر ولا دايما بيعمل اي حاجه، ده بيقتل للمتعه. قال له بالظبط دي وجهه نظري، عشان يحفزوه يعززوا النمو. يعني نمو ايه؟ دي تجربه انا بجربها فيه. عايزين ندمر جسمه وروحه وعقله. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز تعمل ايه مع جاره؟ قال له بتسال ليه؟ قال له فضول. قال له اسمعني انت فاكر اوريتش ده جه منين؟ الملك بتاعنا. قال له ما اعرفش، مخلوق قديم ولا اي حاجه. قال له لا هو كان بشري زي جاره، بعد فشل وتضحيات بقى هو الكائن الاسمى ده، بقى ملكنا. بمعنى تاني انا اللي عملت ملك الوحوش، ولو جاره اتمرن بالشكل الصح هيبقى زيه. عشان كده بعت معاه الحشرات، لو الدنيا ساحت ينقذه، ولكن لو مات خلاص نستنى العينة اللي غيرها. معناها ان مش هو الشخص المنتظر. ولكن على الناحية التانية بنشوف زومبي مان قاعد بيراقب منطقة مهجورة، بيقول بس ده الوقت المثالي، ده مركز القيادة، المكان اللي ورا كل حاجة. ولكن هنا عند جاره الوحوش قاموا قايلين له احنا بنراقبك عشان نعرف اذا كنت تستحق تنضم لينا ولا لا. قال له انت عبيط بقى، عامل فيها وحش ولا ايه؟ ولا انت وحش حقيقي؟ قال له شوف مين اللي بيتكلم، ده انا حاسس بالملل لمجرد ما شوفتكوا بس. قال له خلاص اقتل العيل الصغير ده. قال له تقصد ايه؟ قال له وحش تخلى عن بشريته، مش قادر يقتل شخص واحد بيساعد عيل صغير وتقول عليك ايه وحش؟ ما انسان عادي. فاشتغل بجد عشان تكسب ثقتنا. ده انت حتى خسرت قصاد بطل متوسط، ما انتوا لو عارفين البطل المتوسط دوت ممكن ينهي الانمي، بس هو يسيب البطاطس بس. فانا شاكك مدى فايدتك في القتال. طب روح انت قاتل البطل المتوسط دوت ونشوف لو انت استحملت بوكسين تبقى ليك فايده. قال له ولا روح على البيت قلت لك. قال له مش قادر. قال له انت فاكر ان حد هيساعدك عشان مش قادر تقف؟ يا عم يخلص الحل الوحيد اللي انت فيه دوت احمي نفسك، وتحمي نفسك يبقى لازم تبقى اقوى. يلا اجري. اما على طول الراجل ده حاول يهجم عليه، قام شغل تقنيه الماء بتاعته وقام مطيره بعيد. قال له يلا اجري. قال له بس انت دلوقتي عدونا، بتقول على نفسك صياد الابطال وما قتلتش روح واحده بتنقذ عيل صغير، انت مجرد جبان مالكش لازمه. قال له مش حابب مواقفكم، وابتدى يجهز ان هو يقاتلهم. ولكن من هنا بنشوف زومبي مان فضل يتحرك وبدأ شاكك ان اللي ورا منظمة الوحوش هم عقول مدبرة تانية. قام رايح لمحل كده قال لهم انتهى امركم. قالوا ايه ده انت زبون ولا ايه؟ انت جاي تعمل ايه بالظبط؟ قال له انا فاهم انتوا بتنقلوا القاعدة بتاعتكم، انا عارف المخطط بتاعكم. قال له انا زومبي مان جسمي ما بيموتش، انا العينة 66
فكرتكم بحاجه الكلمه ديت؟ فكرتكم ببيت التطور؟ قام ظاهر له قرد كده قال له بيت التطور ايه؟ انت جاي تدمره؟ لا هو اتدمر خلاص يعني. قال والله تحب بقى تدخل تطلب اي حاجه؟ ايه ده كابتن؟ مين الكابتن اللي دخل في النص؟ ايه العبث اللي حصل ده؟ ولكن على كده بتنتهي الحلقه، على ما نشوف ايه اللي هيحصل في الحلقات الجايه. فبس لك عن الفيديو ده، ان كل الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وسلام.